السلام عليكم البنات، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبخير وانتم تشوفوا في لا فيديو نتاع اليوم. كما راكم تشوفوا اليوم حنحضر معكم البنيون. كما على بالنا في كل عيد البنيون حنايا لازم يكون حاضر، يعني في الطاوله الجزائريه. اليوم جبت لكم انايا طريقه سهله في تحضير البنيون. يجيكم بنين بزاف، وفي نفس الوقت يعني راح يحافظ على هذيك، يعني راح يبقى لكم مقرمش المدة طويلة. بيان سور وانا جبت لكم بطريقة مختلفة، يعني بمحشي الداخل. تابعوا معايا لا فيديو الاخير باش تشوفوا الطريقة اللي درتها. هنايا واش عندي هنايا كيلان تاع غوفريت. انا الغوفريت ما حبيتش نلحيها بزاف، لحيته هكذا خليته في الخشين، يعني كيلة نفسها وزنت بيها كامل. الكيلة الثانية اللي درتها قسمتها على 2، النص درتو جوز مرحي، يعني جوز ثاني ما رحيتوش يعني في رقيق خشين، كان خشين شويه باش يبقى له هكاك مدشش، ونص درتو فايتين. والكيلة الثالثة درتها بيمو مرحي. في بلاصه البيمو تقدروا ديروا اي بسكوي عندكم. خلطها مع بعض وزدت عليها مغرف كبيره نتاع مارغرين، دخلتها بيان في هذاك الخليط يعني تاع المكسرات والبسكوي. هنا في هذا البنيون الحاجه اللي لازم نستغناوش عليها هي انكم ديروا الكوفريت لازم ديروه. والفايتين اللي ما عندهاش فايتين تقدر تستعمل في بلاصتها القطايف. بصح شنو لازم الزوج يكونوا في البنيون، لازم له الفايتين ولا القطايف هكذا باش تضمنوا باللي البنيون تاعكم يبقى لكم مقرمش. ذوبت انايا شويه شوكولا تختيني في الميكرووند، وبديت نضيف بشويه ونلم في الخليط نتاعي هكذا حتى نتحصل على يعني قوام تاعها. لازم العجينه تشد روحها، تشد لي بيان روحها هكذا باش كي نشكل اون بول ما تنفتحليش. فوالا هذه هي البنيون تاع. شوفوا كيفاش بعد ما شكلتو درت له شوكولا تختيني برك. هنايا باش ندير الفوغاج تاعي استعملت انايا هذا كرانشي بذوق الفخاذ الفراوله، واستعملت تاع البيستاش. ذوبته شويه في الميكرووند بيان سور باش نديروه في اون بوش، وراح نديروه في دي مول صغار تاع دي 2000 صفار. دوك تشوفون كيفاش يجوا. نتوما تقدروا يعني اللي ما عندوش هادوما الفوغاج تقدروا تستعملوا اي شوكولا، تقدروا ديروا شوكولا تختيني عاديه، تقدروا ديروا شوكولا تاع البوينو، ذوق البوينو. شوفوا كيفاش ذوبتها شويه وديتها في ان بوش، وعمرت هذوك لي مول تبعي الصغار ودخلتهم الكونجيلاتور شدوا روحهم. هذه الكرانشي تاع البيستاش تجي شاده روحها بارابور تاع الفخاز، بصح تاع الفخاز غير تخرجوها شويه برك من البروده تطلق روحها يعني تذوب هكذا، يعني هكذا. وهي عذبتني شويه في الخدمه. هذو الاذواق راح يزيدوا بنا، يعني راح يزيدوا واحد الاضافه للبنيون يجي بزاف بنين وهايل. جبت انايا الميزان وبديت نوزنهم. الوزن تاعهم تقدر ديروهم 30 حتى 35 غرام، ما ديرهمش فوق 35 غرام باسكو كل حبه تجيكم بزاف كبيره، سورتو ابخي الكلاصاج. يعني الكلاصاج تاع الشوكولا راح يزيد تقبل الحبه. شوفوا كيفاش تجي لي بول تاعي، شكلتهم وحطيتهم بجيه. بعد ما بردوا لي هذوك الفوغاج اللي درتو بديت نفتح بالحبه ونعمر فيها الداخل ونغلقها بيان كما راكم تشوفوا باش نضمن بلي الحبه نتاعي ما تنفتحش. بعد ما عمرتهم كامل هكذا دخلتهم داخل فريجيدار حتى بردوا لي بيان، يعني حتى بدات لي بيان البنيون تاعي باش نبدا نقلاصي هكذا. كما راكم تشوفوا الطريقه سهله وبسيطه. تقدروا هكذا هذا البنيون تقدروا ديروه في ديمول تاع السيليكون، يعني ما ديروش هكذا بهذه الطريقه العاديه. انا نفضل البنيون يكون هكذا مدور. كاين اللي يحبوه يجي بريستيج في ليمول تاع السيليكون، تقدروا هذه الطريقه ديروهم برك في ليمول كيما راهي هكذا الوصفه، ديروها في ليمول وديروا الفوغاج يعني وتحشوها. بعد ما برد لي البنيون تاعي هاولي كان جبت شوكولا تاع الكلاصاج تاعي اولي تاع الحليب، درت هنا 250 غرام تاع الشوكولا، زدت لها مغرف ونص كبيره تاع الزيت وقسمتها على 2. النصف درت له الجوز كنت رحيته شويه في الخشين كما راكم تشوفوا هكذا باش يولي لي كلاصاج غورمون، باش الحبه تاعي تجيني هكذا جو فيريرو. بديت هكذا نقلاصي الحبات نتاعي تاع البنيون كما راكم تشوفوا. والنصف الثاني خليتها شيكولا عاديه، هاي اللي كان الى درتها كلاصيت حبات نورمال عادي بشيكولا عاديه، والاخرى درتهم كلاصاج غورمون ودرت لهم هكذايا جو دي تري بالشوكولا بعد ما نشفت لي بيان سور الاولى.
ويعني قلت لكم سر القرمشه تاعو انكم تستعملوا الفايتين ولا القطايف وثانيك تزيدوا له الكوفريت هكذا باش تضمنوا بلي البنيوه تاعكم يبقى لكم مقرمش لاطول مده. سورتو حنايا كي نخدموه يعني يامات قبل العيد راح يتضمنوا بلي يبقى لكم على حاله. اعتمدوا هذه الوصفه على بالي بلاكم راح تندموا عليها. الشكل تاعو يجي بزاف بريستيج وهايل.